خوتي المغاربه، السلام عليكم. البدايه ديال السي المداوي. الفيديو ديال اليوم مرون، ولكن حنا ديما هنا في هذه القناه كنردوا على جميع الشبهات. هذه الفيديو ستكون فاضحة للمهداوي فضحا مبرما مبينا، أي والله ستكون فاضحة بكل المقاييس. تتداخل فيها شخصيات الدكتورة لبنى الجود اللي بغينا ندخلوا لهاد المعامع لانه خاصنا ندخلوا لهم اوبليجي، ياك حنا تجي شيط عندنا راسنا نهاني وصفه صافيه، لانه عندك واحد كيخرج كل نهار شاك سواخ داير لك واحد الطرف ديال المغاربه سارحوهم. النهار اللي غادي يموت غنديروا له تمثال ديال ان هذا هو الشخص اللي دار عليه اكبر عدد من القضايا في المحاكم لانه قال كلمه، وهذاك الكلمه ديالو شي والله انا ما كنعرف علاش متابعينه. على المهداوي ردا لاذعا ومفحما في ذات الوقت. وهاد الفيديوهات اللي حطيت هو تسريبون. لا الخوتي المغاربه ما كانش عارف راسو بانه كيتسجل، كان داير اجتماع عن بعد، كان كيكولس من خلاله مع الخونه ديال الوطن. خوتي المغاربه، السلام عليكم. البدايه ديال السي المداوي. الفيديو ديال اليوم مرون، ولكن حنا ديما هنا في هذه القناه كنردوا على جميع الشبهات اللي ربما غادي يصدقوها البسطاء اللي ما عندهمش خبره في مجال فيديوز اديتين، لان الموضوع اللي غادي نهضروا عليه واصل لدرجه خطيره. لان ملي كتشوف ناس مثقفين عندهم الدكتوراه بحال السيده لبنى الجود وكذلك الشيخ الفزازي كيهضروا بهذا الاسلوب الانتقامي، قلت مع راسي ويلي، واش زعما حميد المهداوي ملحد او ضد الشعب المغربي او باغي يسقط الملكيه؟ قلت مع راسي والله حتى نشوف هذا الفيديو اللي كلشي كيهضر عليه. اول 15 ثانيه عرفت بانه الفيديو معدل وبطريقه مفضوحه. انا ما تنقولش باللي المهداوي ماشي هو اللي كيهضر، انا اللي بغيت نوصل لكم هو تم التلاعب بالكلام بشكل خطير، وهذا اللي دار هذا الفيديو انا متاكد باللي عطاوه الفلوس باش يلعب في الفيديو بشكل كما تنقولوا ما يدي بنادم ما يجيب. ولكن هذا الايديتور مازال خاصو يتعلم. اللي بغينا ندخلوا لهاد المعامع لانه خاصنا ندخلوا لهم اوبليجي، ياك حنا تجي شيط عندنا راسنا نهاني وصفه صافيه، لانه عندك واحد كيخرج كل نهار شاك سواخ داير لك واحد الطرف ديال المغاربه سارحوهم بعيدا كيكذب عليهم ويعترفوا في هذا الفيديو بدالك. النقطه المهمه جدا هو ان هذه الفيديوهات اللي حطيت هو تسريبون. لا الخوتي المغاربه ما كانش عارف راسو بانه كيتسجل، كان داير اجتماع عن بعد، كان كيكولس من خلاله مع الخونه ديال الوطن وكيفسر لهم وكيشرح لهم الموقف ديالو وكيقول لهم شوفوا انا ما عنديش كندير، هذاك ماشي فيديو مصور، هذاك تسريب ديال اجتماع عن بعد ديال حميد المهداوي مع خونه ديال الوطن كاينين في الخارج. المواطن المغربي يصدق ما يرى ويصدق ما يسمع، وعندنا حميد المهداوي بشحمه وبلحمه وبصوته ما عندكش كيدير ليها، واخا تكتب في التعليقات حتى تهبل، واخا تعيط على الجنود والميليشيات الالكترونيه تتحماق. هو في اجتماع سري عن بعد مع خونات الخارج. هاد الفيديوهات يقبطوها ويزلعوها ويكتبوا فيها بانه اجتماع داخلي سري ديال التنظيم الذي ينتمي اليه حميد المهداوي، تنظيم انقلابي. هنا غادي ندوزو لصدام مباشر بين اسماء معروفه وردود قويه، وايضا نقاش قانوني مهم كيهم حريه التعبير والحدود ديالها داخل المغرب. اليوم غادي نهضروا على الجدل الكبير اللي وقع بين حميد المهداوي الصحفي المثير للجدل، الشيخ محمد الفزازي، الدكتورة لبنى الجود الطبيبة والناشطة المعروفة، وبعض المقاطع اللي خرجت في السوشيال ميديا واللي ولات حديثة الساعة كما كنسميهم صناع محتوى تافهين. علاش قلت تافهين؟ لأنه غير راكبين على الموجة، كوبي كولي. صانع المحتوى الحقيقي خاصو يبحث ويعطيك المعلومة الحقيقية. لكن قبل ما نبدأ كنأكد أن الهدف ديال هذا الفيديو هو توضيح الحقيقة وتصحيح المعلومات وتقديم المعطيات القانونية اللي كتنظم هذا النوع من النزاعات بعيدا عن السب والقذف. هذه الفيديو ستكون فاضحة للمهداوي فضحا مبرما مبينا، أي والله ستكون فاضحة بكل المقاييس. تتداخل فيها شخصيات الدكتورة لبنى الجود، أحييها من هذا المنبر أولا، أشكرها على تفضلها بالرد على المهداوي
ردا لاذعا ومفحما في ذات الوقت، لأن قلما تجد ردودا لاذعة، ولكن أيضا مع هذا اللذع هناك إفحام وهناك حصر في الزاوية. أحببت أن أستشهد بالمقطع لأرد به على هذا التافه الرويبضة حميد المهداوي. حميد المهداوي، أولا دعني أقول لك أنت رجل منبوذ مكروه، يبغضك الناس، يبغضك المؤمنون، لأنك منذ زمان أنك قد أعلنت عن عقيدتك الماركسينية اللينينية اليسارية المتطرفة، فسيزداد الناس بغضا لك، بغضا على بغض، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. أنت تواجه الناس كلهم، تواجه رئيس الحكومة، تواجه وزير العدل، تواجه وزير العدل، تواجه المحامين، تواجه الصحفيين، تواجه الشعب، تواجه الملك، تواجه الحكومة، تواجه المؤسسات، أنت تحتفل بالطوابرية، تريد أن تضرب في المؤسسات وفي الدولة وفي الملكية، تأتي بمن هم خصوم للدولة وللملكية في إخراج إعلامي غبي، تريد أن تضحك على المغاربة. قطب الرحاء الآن هو الفيديو، كيف أنك لم تسجله؟ لم أجده على منصتك، غير موجود. لماذا؟ لأنك علمت علم اليقين أن هذه الفيديو قد عرتك سوءتك، عرت سوءتك، حيدت لك الحوايج، أصبحت عاريا خلقيا، وطنيا، دينيا، عقديا، أصبحت عاريا تماما أمام الشعب المغربي. لم تكن في يوم من الأيام قليل الحياء، بل أنت دائما عديم الحياء، عديم المروءة، عديم الرجولة، عديم النخوة، وعديم الشرف، وعديم الإخلاص لوطنك، عديم الإخلاص لملكك، عديم الإخلاص لدينك. من البداية كيفاش بدا الصراع؟ القضية كلها بدات بعدما انتشر فيديو نسب للصحافي حميد المهداوي وكنهتف بشعارات ضد النظام، وحلمت يعني انا واحد الوقت كشاب اسقاط النظام، حتى لا تشديت ولا وقعت شي حاجه كنشهد تيقول لك واه اللي مظلوم. اهم حاجه هو كيفاش نحشدوا المغاربه بزاف يوليو معنا باش نضغطوا على المؤسسه الملكيه باش يوقع التغيير. الا بغينا نحشدوا معنا المغاربه ويوليو كيتصنتوا لنا، خاصنا نهضروا بلغه المغاربه، خاصنا ندينوا بدين المغاربه، خاصنا نمشيو مع الحيط اللي كيمشيو فيه المغاربه. ما يمكنش نكونوا معزولين على المغاربه ونواجهوا الملكيه. باش نكون معكم واضح، حتى انا كندير السياسه بطريقتي الخاصه. سمعني يا سيدي المهداوي، ترك رائع عندي، واقسم لك بالاله كيروزي طبيعي انني كنسمع ليك. يقول لك علينا ان لا نعلن الحادنا في برنامجنا، يعني ماشي انا سقطت على ساحه النضال التحقت بالجامعه هكا باش مشيت التجربه ديال اليسار، لان الاخ كان كينقل ثوره على الاعادي، جمعنا جامع الصمود. هذا من الشعارات اللي خلات واحد الاثر كبير في حياتي. تكوننا سياسيا، ما عرفتش كيفاش قادتني الاقدار نكون يساري، تبنيت الفكر اليساري، ربما لقيت في الفكر اليساري كمنهجيه في التحليل واقع، فلقيت راسي كنتعاطف بشكل كبير مع الفكر اليساري. واحد اللحظه لقيت راسي منخرط في الساحه الطلابيه، حتى انا كنقود يعني جماهير. الشيخ الفزازي اللي قال انه توصل بالفيديو من محامي بمدينه الرباط ونشره دون تعديل. والسي الفزازي كون ما كانش عندك نيه مبيته على السي المهداوي غادي تتصل به وتناقشوا في هذاك الفيديو الا كنتي باغي تعرف الحقيقه. لكن هنا المفاجاه كانت ان الفيديو ما لقيناهش منشور في القناه المهداوي الرسميه، وهذا خلق علامات استفهام كبيره. واش الفيديو قديم؟ هل مفبرك او لا تم بثه خارج المنصه الرسميه ديالو؟ الشيخ الفزازي قال بانه الفيديو فضح المهداوي بسبب التصريحات اللي فيه، بينما المهداوي كيأكد ان الامر مجرد حمله ضده. السي المهداوي راه ما عندهم ما يصوروا منك، هذاك الفيديو معدل وسلينا. وسط هذا الجدل خرجت الدكتوره لبنى الجود في فيديو ردات وبطريقه ساخره، انتقدت الاسلوب ديال المهداوي، الشيء اللي خلق تفاعل كبير عند المغاربه. اسلوب لبنى الجود كان واضح، انتقاد مباشر، نبره ساخره، طرح اسئله حول مصداقيه بعض التصريحات المهداوي. الرد ديالها اعتبروه الكثيرين ضعيف جدا، لانه هذا الفيديو ما كيوضح حتى شي حاجه، مجرد فيديو تم التلاعب فيه. الموضوع وصل لمستوى كيستدعي نوضحوا الاطار القانوني
1. القانون رقم 1388 المتعلق بالصحافة والنشر، المادة 14 و 15 كتأكد على ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أخبار غير مؤكدة. المادة 89 تمنع القذف ونشر ادعاءات تمس الحياة الخاصة بدون دليل أو مبرر مرتبط بالمصلحة العامة. ثانيا، الفصل 447 من القانون الجنائي كيجرم نشر تسجيلات أو صور شخصية بدون موافقة أو اقتطاعها خارج سياقها بهدف التشهير. 3. الحياة الخاصة ليست موضوعا للنقاش العام كما جاء في المادة 8 من قانون الصحافة. كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه عبر إفشاء وقائع أو صور لا علاقة لها بالمصلحة العامة يعتبر مساسا بالحياة الخاصة، وبالتالي الزواج، العلاقات الأسرية، طرق العيش الشخصية هي أمور لا يجوز الخوض فيها إعلاميا إلا إذا كانت مرتبطة مباشرة بموضوعهم المجتمع. ندوز الفيديو الفلسطيني واللحظة المؤثرة. بعض المقاطع اللي تم الاستشهاد بها كانت لسيدة فلسطينية كتحدث بطريقة مؤثرة عن موضوع أسري. المقطع كان إنساني وصادم للناس، ولكن تم استعماله في سياق نقدي، وهذا خلى جزء من الجمهور كيعتبره خارج الموضوع، وجزء آخر شاف أنه وسيلة لتوضيح الصورة. المواجهة المباشرة. خطاب الفزازي ضد المهداوي في الرد ديالو. الشيخ الفزازي انتقد المهداوي بقوة، واعتبر أن المهداوي كيستعمل قناته لتحقيق الدخل من كل مقطع، وأن الفيديو اللي انتشر كيكشف توجهات فكرية خطيرة، وأن غياب الفيديو من قناة المهداوي الرسمية دليل على أنه محذوف عمدا. لكن باش نكونوا دقيقين، ما كاين حتى دليل رسمي على أن المهداوي حذف الفيديو، وما كاين حتى تأكيد أنه فعلا جزء من محتوى قناته. والاتهامات المتعلقة بالعقيدة أو الإلحاد ما عندها حتى سند قانوني، لأنها أمور شخصية لا يمكن استعمالها قضائيا بدون إثبات. المعركة انتقلت للقانون، الطرفين دابا كيهضروا بلغة القانون. المهداوي كيستشهد بالمادة 8 من قانون الصحافة لحماية حياته الخاصة. الفزازي تقول إن الرد كان حق مشروع ضد تشويه متعمد. أسماء إعلامية أخرى دخلت على الخط لانتقاد طرف أو آخر. وهنا كنوضح للمشاهدين النزاعات المتعلقة بالتشهير في المغرب كتخضع للقانون الجنائي وقانون الصحافة 1388 ومساطر خاصة أمام النيابة العامة. الخلاصة فين وصلنا اليوم؟ اللي وقع اليوم هو صراع مفتوح بين رأيين مختلفين، مدرستين فكريتين، وأساليب تعبير متناقضة تماما. لكن القانون واضح، حرية التعبير حق أساسي، ولكن حرية التشهير مرفوضة، والحياة الخاصة خط أحمر، وكل تصريح يجب أن يكون مبني على دليل واضح. والجمهور المغربي ما بقى كيتقبل الكلام بلا مصادر، بل بغى تحليل مهني، معلومات موثوقة وأدلة قبل الاتهامات. الختام ديال الفيديو، إلا عجبكم هذا التحليل ما تنساوش الإعجاب، المشاركة، تفعيل الجرس، وعطيونا الرأي ديالكم في التعليقات. واش هذا الصراع إعلامي فقط أو لا فعلا كاين شي حسابات كبيرة وراء الستار؟ شكرا لكم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.